السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بالعدل قائما وللإيمان ناصرا وداحرا فيه خير الأولين ونبأ الآخرين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد البشر وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن القرآن يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. أما هدايته للحق والصواب في كل الأمور فقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن فضائل القرآن أن قارئه له بكل حرف 10 حسنات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها.